ده أول يوم بعد ما عرفت إن فاضل لي 60 يوم. وصلت الشغل، دخلت متحفز، عامل 111 في وشي. الأوفيس بوي أول ما شافني جري جري على المطبخ. أنا عارف والله إن وشي ده هيجيب نتيجة، أو أول واحد شافني جري على طول. أنا فاهم الناس دي، كل ما تكشم لهم يخافوا يختشوا. أنا قدام باب الأوضة اللي طول عمري شغال فيها، هخش لهم حالا، بس لازم أزود التكشيرة شوية. أيوه كده، نفس جامد. أول ما يشوفوني هيقولوا أوه ماي جاد ويخافوا. دخلت المكتب وأنا قافل وشي على الآخر. أول ما دخلت ما فهمتش حاجة. مدام اعتدال اللي هي الكبيرة بتاعت المكتب قامت جري وجاتلي. أنت فين؟ اتأخرت ليه؟ ده احنا عمالين نتصل بيك من الصبح. اقعد اقعد. يا سالم. سالم ده اللي هو الأوفيس بوي اللي كان بيجي من شوية، دخل من بره وفي إيده حاجات كتير قوي. أنا قعدت شوية مش مستوعب، لحد ما الست اعتدال الله يسترها حكت لي اللي حصل. التسريبات شبه المؤكدة إن المدير بتاعنا هيبقى هو الوزير بتاعنا خلال اليومين دول. أنا طبعا تنحت وما فهمتش الجملة. يعني إيه الوزير بتاعنا هيبقى الأوفيس بوي ومدام اعتدال هتبقى قائد الحرس؟ طب وأنا هبقى إيه؟ خدت شوية توضيحات من مدام اعتدال لحد ما فهمت. اتاري في تعديل وزاري في البلد وكمني مش متابع فما اعرفش. الاسخن بقى ان الصبح جالهم اخبار بان المدير اللي انا ناوي اضربه هو الوزير الجديد. تخيل كنت عديت مدير المكتب ودخلت اضرب الوزير الجديد. يا نهار ابيض، ده فيها اعدام وقتي دي. كنتش هقعد 59 يوم اللي فاضلين لي في الدنيا، كان زماني محكوم عليا وقتي. المكتب اول ما عرف ان المدير هيبقى الغفير والوزير هيبقى المدير الجديد والحاجات دي، حبوا يعملوا الحاجات المصرية اللطيفة اللي انت عارفها. جابوا حلويات، حاجة ساقعة لينا وللي حوالينا، حاجة مصرية قديمة أوي. لما خدوا بالهم إني مش موجود شالوا لي منابي عند الأوفيس بوي في التلاجة. عشان كده سالم جري أول ما شافني. ظاهر التكشير مش قد كده ولا إيه؟ أنا بصراحة اتأثرت أوي بالحركة دي، عينيا دمعت، بس مسكت نفسي عشان ما أعيطش. مدام اعتدال خدت بالها من سكوتي وجات لي وسألتني مالك. أنا حاسس إني بحب الست دي أوي، ده أحسن من أختي والله. هي لما لقيتني كده قالت لي ما تيجي نخش على المدير تبارك له. سبت الحلويات عند سالم في التلاجة ومشيت مع مدام اعتدال. مدير المكتب أول ما شافنا ابتسم لنا وقال لنا نخش على طول. أول ما دخلنا مدام اعتدال جالها تليفون وخرجت. المدير بقى كان بيتكلم في التليفون، يخلص تليفون مباركة يجيله تليفون من رئاسة الوزراء، يخلصوا يجيله تليفون من الوزير القديم. تليفونات تليفونات تليفونات. ما كانش في وقت اساسا اتكلم واقول له مبروك ولا اي حاجه. اول ما خلص مكالماته بص لي وقال لي ازيك يا عبده. ياه، انا ما سمعتش منه كلمه عبده دي من زمن، اما كنا لسه اصحاب مش رئيس ومرؤوس. طبعا ساعتها بقى باركت له، قلت له انه مبسوط انه هيمسك الوزاره، ان دي حلمه من زمان وكان بيخطط له ويسعى له. سكتنا احنا الاتنين، كان المفروض خلاص هستأذن وامشي، بس انا سكت، خدت نفس طويل، حسيت اني قاعد مع صاحبي القديم. قلت له اني جاي النهارده اقدم استقالتي. اتخض، قال لي ما ينفعش، انا واخدك معايا الوزاره ونعلى مع بعض. انا عارف مش جايز يجي لي رئاسه الوزراء
وتيجي أنت مكاني وزير؟ رفض الاستقالة تمامًا. أنا بصراحة حسيت بمودة كبيرة ناحيته ساعتها، فصارحته بكل حاجة. رُحت قايل له إني مريض سرطان، وإن فاضل لي حوالي 59 يوم بس في الدنيا. قعدنا ساكتين بتاع دقيقة، بس تحس إن إحنا قعدنا سَنة ساكتين. وطّى راسه في الدقيقة دي، بعدين وقف، مسح دموعه، قام جاي يحضني ويبوس فيّا. قعد يقول لي حاجات كتير أوي، وإنه مش هيتخلّى عني وهيسفّرني برّه بقوائم الدولة وحاجات كتير، 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 كتير. أنا سكّت وقُلت له: "خلاص الموضوع مقفول." قال لي: "أنا هاتصل برئاسة الوزرا وأعتذر عن الوزارة وأفضل معاك." قُلت له وأنا باضحك: "يا عم مش للدرجة دي، أنا كنت ناوي آجي، ده أنا كنت جاي النهارده ناوي أضربك." إيه اللي بتقوله ده؟ سكت لحظة، أنا حسّيت إني لخبطت في الكلام، لكن فجأة انفجر في الضحك. قعد يقول لي إني طول عمري دمي خفيف وحاجات غريبة جدًا كده. المهم ما أطوّلش عليك، المدير الوزير قرر إنه يخلّص اليوم على كده، خدني وخرجني، عزّمني في أحلى حتّة في البلد. زعل لمّا ما قدرتش آكل الأكل عشان اللي عندي طبعًا. اتفسّحنا، دخلنا مسرح، صمّم ييجي يبات عندي في البيت. قبل ما ننام على طول افتكرت الحلويات اللي سِبتها عند سالم، كان في حتّة ملفيه منها طالعة من عيني. يالّا